السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف قناة تضغطي لايك وما تنسيش تعملي الاشتراك عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله. النهاردة هنعمل طريقة عشاء سهل وخفيف وسريع، وكل حاجة متوفر عندك في البيت ان شاء الله، وهتبقى حلوة ان شاء الله معاكي وهتنجح من اول مرة وتبقى طعمها حلو. عندنا 3 بطاطسات كده كبار، قطعتهم مربعات، بس تكون مربعة مش رفيعة جو، تكون يعني تخينة عشان لسه هتدخل في الفرن. وعندي هنا جبنة رومي، لو ما عندكيش جبنة رومي عندك جبنة موزاريلا بتاعت البيتزا حطي عادي، بتديلها طعم ولون حلو يعني من فوق. عندي هنا المكونات، عندي فلفل حار، لو ما عندكيش حار حطي رومي عادي، بس انا بحبه في الاكل بيدي طعم حلو يعني. وهنا بصلايه كبيره ما عاملاها في الكبه، فرماها في الكبه، ممكن تقطعيها. وعندي طماطمايه تكون كبيره برضو، وعندي لانشون، لو ما عندكيش لانشون وعندك بسطرمه حطي، بس انا عندي المتوفر يعني لانشون. وعندي هنا معلقتين صلصه كبار، وهنا خضره، بقدونس على شبت على كزبره. تمام، لو مش حابه هتحطي حاجه من اللانشون او الكزبره براحتك. بس او المكونات دلوقتي عندنا هنعمل ومعلش البهارات. عندي هنا كاري، لو مش حابه الكاري ما تحطوش، وعندي بابريكا بتدي لها لون حلو احمر يعني، وهنا ملح على كمون. تمام، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب البطاطس اللي قطعناها مكعبات وهنحمرها في الزيت نص تحمير، عشان لسه هتدخل في الفرن يعني مش عايزاها تستوي بزياده. هحمرها في الزيت وهرجع لكم. خليت البطاطس تتحمر في زيت، بس مش عايزاها يا جماعه تكون متحمره قوي يعني، عشان عاوزاها نص سوا عشان هتخش الفرن. دلوقتي جبت طاوه نضيفه، حط فيها زيت، حط فيها زيت او سمنه براحتك، انا عندي زيت اهو، معلقتين كده كبار اهو. هحط اول حاجه في الطاوه بصلايه كده، تكوني مشغله الفرن يعني قبليها عشان تكون سخنه يعني متاخدش وقت. اهو حطيت البصل، دي ما فيهاش توم، هي بصلايه بس صغيره عشان تديها طعم. انا مش عايزاها تسخر، عايزاها تدبل بس. وبدون لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. لو مش حابه كمان تحطي بسطرمه او لانشون براحتك، وبدون لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. لو مش حابه كمان تحطي بسطرمه او لانشون براحتك برضه. سايبه دلوقتي البطاطس تتحمر في الزيت. نحط عليها النار كده لحد ما البطاطس تتحمر. هحط عليها الفلفل الحار او الرومي، لو حابه تزودي في البطاطس زودي براحتك. يعني انا عامله 3 حبات بطاطس كبار، مقطعه مربعات كده وعملت على تتبيله يعني. انا حبيت بس اوريكم الفكره بدل ما بتحتاري تعملي ايه في العشاء يعني. بعد ما حمرت البطاطس اهو، مش عايزاها تكون طريه قوي اهو، حمرتها كده نص تحمير. احطها على البصل والفلفل الحار اهو، تاخد طعم يعني البصل والفلفل وكده. حط عليهم اللانشون يتشوح برضو مع البطاطس والبصل اهو. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش لانشون حطي بسطرمه، او حابه تحطي بسطرمه حطي، حابه انك تضيفي يعني حاجات من عندك حطي براحتك، بس انا المتوفر عندي لانشون اهو.
دلوقتي هحط نص احط بعد كده الصلصه. شايفين شكلها؟ ان شاء الله طعمها برضه هيعجبكم. انا حطيت الصلصه اهو، حط الطماطم اللي قطعتها. شايفين شكلها جميل. طبعا البهارات اللي هي كمون وملح وبابريكا وكاري. لو مش حابه تحطي كاري متحطيش، بس بتديها طعم برضه. انا مش هحطها كلها كاري هي طبعا اللون مش محتاج كاري ولا كركم. محتاجة دهن يعني زيت او سمنة، حط معلقة عشان تساعد معاك في التقليب وما تلزقش في الطاسة. اهو حط شوية ملح. بس كده. تعالوا بقى نحطها في الصينية عشان ندخلها الفرن. اهو جبت الصينية كده صغيرة كده على كدينا. نحط البطاطس اللي احنا عملناها معاكم. نحط باقي الكزبر والبقدونس اللي سبناهم، نحطهم كده معاكم. نحط الجبنه الرومي معاكم برضو. لو ما عندكمش جبنه رومي زي ما قلت لكم وعندكم جبنه موتزاريلا بتاعه البيتزا حطي، او مش حابه ماشي براحتك. بس انا مش عايزه احط كتير بس عشان ما تغيرش طعمها، انا عايزاها بس تاخد لون. اهو شكلها. هدخلها الفرن، هطلعها واوريها لكم، استنونا. وبعد ما طلعتها من الفرن بصوا شوفوا الجمال. شايفين شكلها؟ حتى زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق يعني. اهو شكلها في منتهى الجمال. وشكرا لمتابعتكم لينا. يا ريت تعملونا لايك يا جماعه عشان عيلتنا تكبر بيكم ان شاء الله. ولو حد محتاج حاجه يقول لنا يعني في التعليقات واحنا نرد عليه، مش هنقصر يعني. اسيبكم في رعايه الله وحفظه بطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم. مع السلامه.